استاذ سالم البغدادي رئيس منطقه اثار الدقهليه. شرفتنا طبعا، وبدين منديس دي بلدك طبعا. اكيد. طبعا أكيد. انت واحد من ابناء منديس صح؟ بس احنا عايزين في ظل النفحات اللي بتاعت معالي الوزير الدكتور ممدوح الضماطي، عايزين سعادتك يعني احنا صرفنا كتير على ارض الميه او محطه الميه، عايزين نتعشم من سعادتك ان انت تساعد اهل البلد في ان احنا نرفع ال 35,000 جنيه نتحملهم. ممكن هيئه الاثار تتحمل جزء منه؟ كان الوزير موجود، كان يجب الحوار في ده. احنا في 10 فبراير اللي جاي ده بعثه المنطقه هتبدا مشروع الاستكمال لانهاء 3 فدادين اللي انتوا عايزينهم لمحطه الميه. انا هشرب منها قبل، انا عايز كوبايه ميه نظيفه. تمام. والمشكله كالتمويل اللي انتوا عارفين. تمام. احنا طب مساعده المنطقه، منطقه الاثار لاهالي تمال امديد ايه؟ المساعده العمل بإخلاص والعمل المتواصل، بس ساعدونا ننقذ ونرفع تراث مصر من باطن الارض. الارض دي مطلعه كنوز، انت بتعدي على جبل كده بس مطمور فيه كنوز، ما بيطلعهاش الا العين والايد الاثريه الماهره اللي اصبحت متوفره. بس هو رئيس مجلس المدينه الاستاذ احمد اتكلم مع معالي الوزير دلوقتي، يمكن حضرتك سامع، قال الكلام مع معالي المحافظ، على الرغم ان احنا كمجلس مدينه او كمحافظه المنطقه ديت مصروف عليها 360,000 جنيه علشان يتم الانتهاء منها. تاخد أرض، ايه المانع ان تاخد ارض لمشروعات لو بتشوف بديل ليها قيمتها السوقيه 50 مليون يا فندم؟ احنا في بلد بنخدم، ده محافظه ودي ارض محافظه ودي ناس. الارض انا لا اقيم. هو احنا بنبيعها للناس يا سالم بيه؟ لا اسمح لي، انا لا اقيم الارض دلوقتي. انا القيمه الاثريه في الارض. انا كمان عشان ابقى راجل محايد طلبت لجنه من الهيئه تيجي اذا كان ممكن نسلمها على حالتها كده. لا طبعا ما ينفعش. ايدوني في لا 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 لا, لا طبعا. لسه ما فيش من 5 شهور مطلع حوالي 50 جرام ذهب مشغولات ذهبيه. تمام. 80 قطعه فضه لبطليموس الثاني، غير قوارير وقطع من العمله البرونزيه. فالارض والاثر بتاعها سكاترنج، يعني متبعصر، لابد العمل الدقيق عشان نلم الكنوز المبعصره. طيب الانتهاء كان 55,000 جنيه. تمام. انا ما بعترضش على التنقيب ومش هاخد ارض ما هيش منقبه. انا كل القصه 35,000 جنيه يعني اللي هم مصاريف العماله اللي بتنقب. لو 10 هي عماله مش انا بتكلم على عماله يعني، وانا ما اخدش ارض مش غير منقبه يا سالم بيه، وما بقولش لحضرتك اديني ارض غير منقبه. انا معاك في التنقيب، لكن القصه انا كمجلس مدينه او يعني عايز منك اضيع محطه ميه ب 10 مليون جنيه. 10 فانا مستني دراسه جدوى تجيني والشيك يتحصل. انا بدل ما اجيب العامل ده بعتنا 20,000 باقي 35. يا سيد الشيك دلوقتي في الوحده الحسابيه وارسل من تاني يوم ما وصل. ثالث يوم كان في دراسه جدوى مرسله للسلطه المختصه عشان توافق لي على اجر العامل وكم عامل. تمام. اداريه. تمام. الامر الاداري هيطلع لي 10 فبراير، سواء طلع 10 فبراير او اخر فبراير انا هبدا العمل 10 ان شاء الله. احنا نتعشم خير على امل ان انا سالم اخلص المبلغ ده قبل البعثه، وانت قبل ما تخلص، بحيث لو وصلك لسه جزء صغير ما خلصش ممكن يعني البعثه تكمل. طب لو وصلك احنا تمنياتنا ان شاء الله لو وصلك ال 20,000 طيب ما وصل. لما يبدا بقى شغل، وصل 20,000 يبدا شغل وكفايه ما تحصلش عشان ما يوصل الوحده الحسابيه دفعناها. هيطلع العمل يرد عليه يومين 3